السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. هاد لا فيديو غيكون جد متميز. هاد لا فيديو الا تبعتيه حتى الاخر غتكتشفي اسرار الحياه، وغتكتشفي كيفاش تكوني انسانه كلشي كيحترمك، تكون عندك قيمه وسط المحيط ديالك، وكلشي يبغي يكون قريب منك، وكلشي يضرب ليك حساب والف حساب. الوغ الا كنتي مهتمه فهاد لا فيديو ليك كملي حتى الاخر. اول حاجه خصك ديري هي تكتشفي راسك، تجلسي مع راسك. شنو هما التصرفات اللي بغيتيهم يكونوا فيك؟ شنو هما التصرفات اللي بغيتيهم فيك وما عاجبينكش ولكن بغيتي تحيديهم؟ غتهضري مع راسك اوتوماتيكمون، غتاخدي واحد الورقه والستيلو، غتكتبي داكشي الزوين كامل اللي فيك وداكشي الزوين كامل اللي باغاه يولي فيك، وثاني في الجهه الاخرى غتكتبي داكشي كامل اللي فيك خايب وبغيتي تحيديه. هنا غتعرفي شنو هما الحوايج اللي بغيتي فيك يكونوا زوينين وغادي تخدمي عليهم نقطه بنقطه. فعل الشيء احسن من فعل لا شيء. المهم ديري شي حاجه باش تغيري الانسانه، تكوني الافضل والاحسن، وتكوني ديك الانسانه اللي بديك الصوره اللي كتمني تشوفي راسك بها. هذا اول شيء. ثاني حاجه هي ما تكونيش نكديه، واللي جا حداك تبدي تشكي عليه وتبكي عليه وانتو كداك الشخص ما غيفيدك بوالو. ماشي اللي جا قدامي نلصق فيه السلبيه ديالي، راه حتى شي حد ما ناقصو. الوغ دائما واخا تكون ضاربه فيا حتى سكتات ما نبينش الناس اللي حدايا، ودائما نكون ناشره السعاده ونضحك ونبتسم. والشكوى من غير الله فهي مدلة، ما نشكي حتى شي واحد. اصلا داك الشخص اللي غنشكي ليه ما غادي يفيدني بوالو، في الاخير غيسمع ليا تنسالي وغادي ينوض يمشي بحالاته. اذا نشكي لسيدي ربي، والطاقه السلبيه ديالي نخليها عندي وما نبارطاجيهاش مع الناس اللي حدايا. اونتوكا فين ما غادي يجي عندي داك الشخص ونبقى نشكي عليه ونبكي عليه ما يبقاش حامل يجلس معايا، ما يبقاش حامل يهضر معايا. فين ما غادي يجبدوا عليه سميتي في الجمع ما يقول لهم هذيك حاضيه غير شكاوي، هذيك ما كدير حتى شي حاجه في حياتها، نكديه. حنا ما باغينش الناس يبعدوا منا، حنا باغيين الناس اللي يقربوا منا. الوغ نيفيتي هادشي اللي كان فيا، ولا كنت من النوع ديال الناس اللي كنشكيو وكنشروا الطاقه السلبيه. الوغ نغير راسي ونكون دائما مبتسمه، وشكوتي نعاود الله سبحانه وتعالى. هذه اول حاجه. ثاني حاجه ما تهضريش على حياتك بالتفاصيل ديالها، اشنو دوزتي، شنو كديري، اش باغا ديري، هذاك الشيء ديالك. الوغ واخا عارفوا الاخر ما غيفيدك بوالو، الوغ ما كاين لاش تعاودي ليه. وهذا التصرف غتخلي الناس ديما باغا تعرف عليك وتقرب منك اكثر وتعرفك شنو كديري في حياتك وفين باغا توصلي. الوغ ديما خليك غامضه، وداك الشيء ديالك يبقى بينك وبين راسك وبين الله سبحانه وتعالى، ما تبارطاجي مع حتى شي حد. رابع نقطة، ما تكونيش من الناس اللي خاشيه نيفه في كل شيء وباغا تعطي الرأي ديالها في كل شيء، وباغا تعرف كل شيء على الناس الاخرين، فين وصلوا، اشنو كيديروا، فاش خدامين، شحال كيتخلصوا، واش خاصهم يديروا، واش ما خاصهمش يديروا. لا بالعكس، نكون شاده حدودي وشاده تقاري. الا جاني شي حد وطلب الراي ديالي وطلب النصيحه ديالي، مرحبا، ندير الماكسيموم باش نعاونو وندير الماكسيموم باش نوجهو ونصحو. ولكن الا ما حاشاه ليا حد وما تسوق ليا حتى شي حد وما بغى حتى شي حد رايي، ما كاينلاش نفرض رايي عليه، حيت اوتوماتيكمون فاش غنفرض رايي انا ليه غيحسب مني انني انسانه باغا غير نبان، باغا غير انسانه باغا غير نثبت الوجود ديالي. انا ما احتاجاش نثبت الوجود ديالي حتى شي حد، انا اصلا كاينه وانا اصلا حاضره، واللي بغى شي حاجه من عندي يجي يطلبها من عندي. ما نعطيوش شي حاجه فابور، ما نعطيوش شي حاجه قبل ما يطلب منا من الاخر. طلب مني مرحبا، ما طلبش مني ما نعطيه حتى شي حاجه. خامس نقطه، ما يكونش فيك نقير بزاف ولا كومونتير على اي حاجه قدامي. اي حاجه دار الاخر بقى نكومونتي لا لا، خصها تكون هكا، لا خصها دار بحال هكا. لا، عجبتني الحاجه مرحبا، ما عجبتنيش نميك عليها وندوز. عين ميكا احسن من انني نوجع راسي على قبلت شي حاجه اللي ما غادا تزيدني بوالو لقدام وما غادا تنقص بني حتى شي حاجه. الوغ ما ندورش راسي بلا شيء. سادس نقطه، ما تكونيش من الناس اللي فيهم الاسئله بزاف. شحال كتشدي في الخلصه، امتى غتزوجي، واش راجلك هذاك، واش راجلك كيبغيك، شنو كتصرفي، شنو ما كديريش. يعني تدخلي التفاصيل ديال الشخص الاخر. ما تكونيش من هاد النوع. هادشي كيعطي عليك غير صوره خايبه وكتبيني بانك فضوليه. لا غير نشد حدودي وما نسول حتى شي حد على الخصوصيه ديالي، وما نخلي حتى شي واحد يتدخل في الخصوصيه ديالي. سادس نقطة، ما نكونش مهتمة بالناس بزاف، وما نكونش كنفوكسي فقط على الناس، نكون فوكسي على حياتي وكنهتم غير بحياتي وداك الشيء اللي باغا ندير في حياتي انا. حيت اوتوماتيكمون فاش كنبدا نفوكسي على الناس وكنهتم بداش كيديروا الناس وفين وصلوا وشنو باغيين يوصلوا، هنا كتكون حياتك فارغة، والناس كيعتبروا بان بصح حياتك فارغة. وحيت كون كان عندك ميدار ما غاداش تبقاي حاضيه الناس الاخرين،
وهنا الناس كيعتبروك انسانه فارغه وكيتجنبوا يديروا معاك علاقه، واللي يقربوا ليك كيف كيقولوا هذه كتبغي غير تسوق اخبارات وتمشي بحالها. الوغ كيلاش تسوق اخبارنا ونبلوكيوها. الوغ كانت فيا الصفه خايبه نتجنب انني تكون فيا ونحيدها مني. سابع نقطه هي النميمه، والنميمه ولساننا غيدينا لجهنم. والنميمه هذه حاجه اللي ما كيبغيها لا ربي لا عبدو. ما تكونيش للناس فين جلسات في الجمع تبداي تهضري على الناس، حتى هذوك الناس اللي كتجلسي معاهم وكتبداي تعاودي مع الناس الاخرين اكيد فاش غادي تنوضي غيقولوا لك راه كيف ما دوات على الاخرين غادي تدوي علينا، وهذا غيعطي لك غير انطباع خايب. الو نشد فمي وما نهضر في حتى شي حد. ثامن نقطه خليك ديما وازنه كلامك. قبل ما نهضر قبل ما نطق من اي كلمه نرد ليها البال مزيان، ونرد البال المصطلحات اللي كندوي بها. هضره الزنقه تجن بها، الهضره الخايبه تجن بها، حيت كتعطي عليك غير انطباع خايب وكتنقص من المستوى ديالك. الوغ ديما نتلفظ بكلمات اللي غادي تزيد من قيمتي وتبيني بانسانه راقيه، انسانه واعيه الى اخره. كيف كيقول ديكارت، تكلم لكي اعرف من انت. حيت الطريقه اللي كتهضري بها والافكار ديالك هي اللي كتبين على شكون انت، ماشي اللباس ديالك وماشي الماكياج وماشي لاطاي اللي كتبين على شنو انت. كلامك وتصرفاتك وشخصيتك كيفاش كتهضري على الناس الاخرين وكيفاش كتعاملي مع الناس الاخرين، هذوك هما اللي كيبينوا شكون انت وكيبينوا الشخصيه ديالك. وهاد الشخصيه اللي كتخلي الناس الاخرين ينجذبوا لك. فاش كتكوني شخصيه مزيانه وفيك سمات مزيانه وفيك تصرفات مزيانه اوتوماتيكمون الناس الاخرين كينجذبوا ليك وكيكونوا باغيين يكونوا معاك وكيكونوا باغيين يكونوا صحابك الى اخره. تاسع لغه الجسد ديالك، كيفاش كتجلسي كيفاش كتحركي. مثلا الا كنت جالسه في شي جلسه ماشي هي هذيك ودخل شي راجل اوتوماتيكمون انا خصني نجمع الجلسه ونجلس مقاده، مابقاش جالسه على راحتي. هنا هذوك الناس اللي حداك كيعرفوك بانك انسانه محترمه انسانه خلوقه وكياخذوا عليك انطباع زوين. 10 نقطه والنقطه الاخيره، خليك ديما من الناس اللي كيسمعوا اكثر من اللي كيهضروا. راه ربي عطينا جوج بدنين باش نسمعوا بيهم وعطينا فم واحد باش نهضروا به. الو في التلمو فاش كيكون كلامك قليل وموزون كلشي كيبغيك غير امتى تهضري، كلشي كيبغي غير امتى يسمع صوتك، حيت عارفك الا مشيتي حتى هضرتي غتقولي شي حاجه نيت موزونه وعندها قيمه. كنتمنى هاد 10 نقاط اللي تكلمت ليهم يعجبوكم وديروا بهم في حياتكم وتردوا عليا في الكومونتير واش غاديين بهم مزيان ولا لا. بسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر، خليت لكم الراحه.